أهلا بكم في قناتنا. وقبل ما نبدأ الفيديو الجامد بتاعنا هطلب من المتابعين إنهم يعملوا لايك ويشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من ملخصاتنا. وطبعا مش هننسى نصلي على النبي. وبس كده، مش حابب أطول عليكم أكتر من كده، ويلا بينا نبدأ الفيديو الجامد بتاعنا. بنشوف مدينة اسمها هواشيو، والمدينة دي في عام 4386 كانت متفوقة جدا في الصناعة وكمان الزراعة الحديثة. بس في الوقت اللي هم قاعدين بيتفاجئوا من هجوم بملك الشياطين عليهم. وفي وقت ما ملك الشياطين بيدمر المدينة بيشوف طفل صغير داخل محل حلويات، وبنشوف فريق السحر وهم بيهاجموا ملك الشياطين اللي بيكون على شكل ضفدع عملاق. وهناك بنشوف الساحر العظيم جويي بيحارب الضفادع، وفجأة بيبص الناحية التانية فبيلاقي الطفل واقف لوحده، بس بيجري على الطفل وبيلحق انه ينقذه قبل ما الضفدع العملاق يهجم عليه. وبيكلم الساحر جويي مع الطفل وبيقول له يلا روح بيتك بسرعة، انا لازم ارجع عشان اقضي على الضفدع. وفعلا بيجري على الضفدع وبيهجم عليه. وبعد مرور 10 سنوات على الحادث بنعرف ان جوهي هزم الضفدع لوحده، وبنعرف ان افراد الفصائل الزراعية صنعوا ليه تمثال على شكله بالظبط قدام مدرسة لتعليم السحر. وفي بداية العام الدراسي في المدرسة بنشوف مجموعة من طلاب بيتكلموا مع الطالب اللي اسمه وونغ لانغ، وبيقولوا له انت شكلك طالب جديد، ما تقلقش احنا هناخد بالنا منك ونهتم بيك. وبيرد عليهم وونغ لانغ وبيقول لهم شكرا. والطالب جو بيقول له هات فلوس، هو احنا هنهتم بيك ببلاش. وبتظهر الطالبة وبنعرف ان هي اسمها سون رون، وبتحدف على الطلاب شعاع ذهبي عشان تبعدهم عن وون، وبتقول لهم انتوا ازاي تتنمروا على طالب جديد علشان القوة بتاعته قليلة عنكم يعني. وجو بيتعصب جدا وبيقول لها انزلي هنا، وبتنزل سوان لجو وبتقول له انت ازاي تعمل كده. وجون بيقول لها احنا مش بنقاتل فتيات، عشان كده هنمشي ومش عايز اشوفك مرة تانية. ولما بيمشي سون بتقرب من رونغ وبتقول له ما تقلقش انا هوفر ليك الحماية. فوونغ بيطلع فلوس وبيديها لها وبيقول لها شكرا ليكي وبيسيبها وبيمشي. فسون بتتضايق قوي وبتتكسف. وبعد كده بنشوف الطلاب وهم واقفين قدام شاشة العرض عشان يسمعوا تسجيل جي شي، وبيقول لهم ان تسجيل الطلاب الجديدة هيغطوا لاختبار غامض لقوة الروحية، والطالب اللي هيجيب درجة امتياز هيروح لصف النخبة. وبعد كده بيقولوا اي طالب بيسمع اسمه يطلع يبدأ. وبعد ما بيخلص كلام بينادي طالب اسمه كوشوان، والطالب بيسمع اسمه بيروح على طول. بس اول لما بيدخل بيتخض من شكل المجسم لضفدع عملاق، وبيتكلم مع المدرس المسؤول عن الاختيار وبيقول له ما تخافش، ضفدع ده مجسم مش اكتر، الضفدع الحقيقي محبوس، والمطلوب منك بقى انك تجمع قوتك وتضرب راس الضفدع العملاق. وكوشوان بيقول لنفسه انه لازم يجيب امتياز، وفعلا بيقرب من الضفدع وبيضربه بس ضربته مش بتنجح، وده علشان ان الضفدع قوي جدا وبيرميها لبعيد. وبعد كده بينادي اسم الطالب ليه هوا، بس برضه مش بينجح في ضربته. وبعد كده بينادي الطالب تشين تشاب، بس الطالب ده بينجح وبيجيب امتياز وبيروح صف النخبة. وبعد كده بينادي على طالب اسمه غو هاو، وده كمان بينجح. بس بعد كده بينادي على الطالبة سونغ رانغ، وبتدخل وبتضرب الضفدع بكل قوتها والطلاب بيشجعوها. وبعد كده بينادي على الطالب وونغ لانغ، واول لما وونغ بيدخل بنرجع للماضي. وفي الوقت ده بنشوف جي يي وهو بيهاجم الضفدع، بس للاسف معرفش يهزمه، وبيتفاجئ ان الطفل اللي هو بيهاجم الضفدع لوحده. وبكده بنعرف ان الطفل هو اللي هزم الضفدع مش جوي. وبنرجع تاني وبنشوف وونغ وهو بيجري على الضفدع وبيضربه، بس بتحصل حاجة غريبة، وهو انه اول لما يضرب الشاشة بتبوظ. واول لما بترجع تاني الطلاب بيندهشوا عشان بيشوفوا الضفدع وهو ميت، وكلهم بينصدموا وبيقولوا ازاي وونغ عرف يقضي عليه. وبعد كده بنشوف المسؤول عن الاختبار بيجري على الضفدع وبيقعد على الارض وبيكون مصدوم وبيقول ازاي الضفدع مات بالسهولة دي. وبعد كده بنشوف المدرسة بانغ تشونغ وبتكون واقفة في الفصل بتاع النخبة، وبنقول لها النهارده هنتكلم عن الفضاء، وده علشان هز مليان بالاجسام الروحيه، والمفروض اننا نعمل ممر مساحته مترين لتحديد القوه بتاعتكم. وبتفضل تتكلم معاهم وتشرح لهم وبتقول لهم انهم هيعيدوا اختبارات كتير عشان يقدروا يحددوا مدى قوتهم. وفعلا بيقوم تشين تشاو وبيعمل التعويذه، بس للاسف مش بيعرف يحضر وحش، والطلاب بيفضلوا يضحكوا عليه، بس برضه باقي الطلاب بيجربوا بس برضه مش بيعرفوا. بس فجاه بيتفاجئوا وبيجروا على الطالبه سونغ رانغ، وده بسبب ان هي الوحيده اللي عرفت تحاصر الوحش الروحي. وبنشوف هنا المعلمه بانغ تشونغ بتتكلم مع رونغ وبتقول له انت شكلك ما فهمتش الشرح، لو عايز نعيد تاني مفيش مشكله. فبيرد رونغ عليها بيقول لها لا انا فهمت. واول لما بيحضر بيظهر الضفدع العملاق على شكل وحش. وفي الوقت ده المعلمه بانغ تشونغ بتتخض وبتقول لهم محدش يخاف انا هنقذ الموقف. وفعلا بتعرف انها تغير شكل الضفدع الى شكل كلب، والطلاب بيجروا على الضفدع وبيفضلوا يلعبوا معاه. وبعد كده بنرجع للماضي، وهناك بنشوف
الممرضة وهي من الأوضة بتاعة العمليات، وبنشوفها وهي بتقول لولد رونغ إن الطفل مات، فبينهار وبيقول لها إزاي ده حصل. ومرة واحدة بنشوف وونغ وهو طالع من الأوضة بتاعة العمليات، وساعتها أبوه بينصدم وبيغمى عليه. وبنشوف سيد لينغ هو وزوجته واقفين قدام طفله وبيقولوا له إحنا جبنا لك السيف اللي أنت بتحبه، سيف قتل التنانين. ونشوف زوجة لينغ بتتكلم وبتقول له أنا ما كنتش أتخيل إنك تصرف مصروف الشهر كله عشان تجيب السيف لوونغ. فبيرد عليها لينغ وبيقول لها أنا ما عنديش أغلى من ابني، وكمان لازم أجيب له السيف عشان أحميه. والزوجة بتفرح وبتجري على لينغ وبتحضنه، وللأسف بنكتشف إن السيف طلع مزيف. وفي الوقت ده بيفضلوا يتخانقوا مع بعض، ورونغ بيكون متضايق جدا من خناقة أبوه وأمه مع بعض، وساعتها بيفكر إنه يحل الموضوع إزاي، فبيروح عامل حمام عشان يحل الموضوع. وفعلا والدته بتروح تغير له. أول لما وونغ بيكبر بيبقى عنده 6 سنين، أبوه بيكتشف إن عنده قوة خارقة، وفي الوقت ده بيفكروا على طريقة عشان يبعدوا وونغ عن عين الناس. وفعلا السيد لينغ قدر يخفي الطاقة الروحية بتاعته قبل ما يدخل المدرسة الابتدائية. وبعدها بنشوفهم وهم قاعدين على الغدا، ولما بيخلصوا الأكل أمه بتقول لوونغ خد دي يا وونغ اشرب البرشامة الذهبية عشان تقلل من قوتك، وبتسيبه وبتقوم تدخل المطبخ. وبعد ما وونغ بيطلع لأوضته بيدخل لينغ الزوجة وبيقول لها هو أنت بتعملي معاه كده ليه؟ فبترد وبتقول له أنا بعمل كده بس عشان أحافظ على سلامته من القوة الرهيبة اللي هو بيمتلكها. وبعدها بنرجع تاني بنشوف وونغ وهو داخل المدرسة، وأول لما بيشوف طالب بيقول له تعالى انتخبه. البطل تشين تشاو وبيشوف الفتيات وهم بيقولوا للطلاب وبتقول لهم انتخبوا الخارقة سون رونغ، والشخص اللي هينتخبها هيكسب معانا علبة ضخمة من الحبوب الذهبية، وكمان هيدخل معانا في سحب على صورة لسون رونغ بهدوم السباحة. وبعد كده بنشوف وونغ وهو واقف قدام متجر الجامعة، ولما بيروح عشان يشتري نودلز بيلاحظ هناك شخص واقف مع صاحب المتجر وبيقول له انا هدفع بقوة الروح. واول لما بيدفع مجموعة بيكون عالي جدا، والطلاب بيتضايقوا وبيقولوا له ما ينفعش انه يشتري النودلز كلها، والشخص بيرد وبيقول له اهدوا انا هشتري النودلز دي ليكم اصلا والحساب هيكون مجاني. وكل الطلاب بتفرح جدا وبيقولوا له انت ليه طيب جدا. بيرد وبيقول لهم انا هشتري بس بشرط واحد، وهو ان عايزكم تنتخبوا سون رونغ. فبيتضايق غوها وتشين شو وبيقولوا له الرشوة للحصول على الاصوات ممنوعة هنا. فبيرد سون رونغ وبيقول له انتوا ليه واخدينها على انها فكرة وحشة. فبيرد غاوها واحنا واخدين عنكم فكرة لان اللي انتوا بتعملوه ده اسمه غش، وما ينفعش جدا يحصل على الاصوات مقابل تقديم الهدايا. فبترد عليهم سون رونغ وبتقول لهم انا مش بغش عشان الطلاب بيثقوا فيا، وانا متأكدة ان هم هيصوتوا لي انا. وتشين الشاو بيضحك جدا وبيقول لها انت مش اي حد بيحبك. وتشين تشاو بيتضايق جدا وبيقول لها انت مفيش اي حد بيحبك. وبيتكلم وونغ لينغ مع سون وبيقول لها انا ممكن امنحك 5 اصوات مقابل 5 عبوات. فبترد عليه سون وبتقول له طيب انا موافقة. وفي الوقت ده بيجروا الطلاب وبيروحوا فعلا ينتخبوها، وسون رونغ بتقرب من تشين تشاو وبتقول له اتفضل اشرب المشروب ده، وبتعرف انها تستخدم معاه سحر الاغراء. وبنشوفها بعد كده وهي بتدور على وونغ المساعدة بتاعتها، وبيقول لها وونغ مشي وساب ليكي الحباية دي. وبعد كده بنروح عند المدرس المسؤول عن الاختبارات وهو بيتكلم مع الطلاب، وبيتكلم وبيقول لهم احنا هندرس فنون الحجز القديمة، ودي معناها انك تستخدم التعويذة مع اختام اليد لاسقاط قوتك على اي حد، وطبعا لو عملتوا كده هتعرفوا تسيطروا على اي حد، وبكده هتخليه يصوت لك بكل سهولة. بس دي وسيلة للتعلم، محدش يعمل كده. وبيكمل كلامه وبيقول ان من 1000 سنة كان في واحد بيلقب نفسه بالحكيم الصغير، والحكيم الصغير ده كان عنده من اكتر 3000 تابع، والتعويذة هنتكلم عليها النهاردة اسمها سحر الاغراء. وانتوا لازم تبقوا عارفين ان التعويذة دي ورثناها من الحكيم الصغير، بس في شرط واحد للتعويذة وهو تقديم الهدايا، واما الشرط ده بيتحقق كل الاشخاص اللي خدوا منه الهدايا المجانية دي بيفقدوا فكرهم، والشخص اللي عمل التعويذة بيعرف يسيطر عليهم وعلى فكرهم. واحنا طبعا عرفنا مين كده اللي عمل السحر ده من شوية علشان الانتخابات. وبنشوف غاو هونج بيرفع ايده وبيقول للمدرس طيب هو في اي طريقة للهروب من السحر ده؟ فالمدرس بيرد وبيقول له الناس اللي عندها قوة عظمى هي اللي بتقدر انها تكسر العلامة. وبعدها بنشوف هونج بيتكلم مع سون بالاشارة وبيقول لها اشربي الحباية دي وما تخافيش هتكوني بخير. فسون بترد في سرها وبتقول هو اكيد عايز يساعدني بالحباية الذهبية دي علشان يعزز من القوة بتاعتي. واول لما سون رونغ بتاخدها بتنام على الفور على الديسك، والمدرس بيتكلم وبيقول لهم انا عايز حد يطلع يشرح الدرس، وبينادي على سون رونغ وبيقول لها انت الوحيدة اللي هتعيد الشر. فبتقوم وهي دايخة وبتكون خلاص هتقع، بس سون رونغ بيلحقها على طول قبل ما تقع وبيقول لها خلي بالك. فسون رونغ بترد وبتقول له شكرا ليك، وبنعرف ان هونغ كان عارف ان سون رونغ بتستخدم سحر الاغراء، ولما اداها الحباية الذهبية كان عايز بس يبطل مفعول السحر اللي على الطلاب.
طلاب. وبعدها بنشوف سونغ رونغ وهي قاعدة على الكمبيوتر، وفي مرة واحدة بتتعصب وبتقول ازاي هونغ كان عايز يأذيني ومع انه هيساعدني في المتجر. وبنروح عند هونغ وبنشوفه وهو واقف بيعطس. وبعد كده بنشوف الطالبة تشاو بتتكلم مع الطالبة جودي وبتسألها انت جبت اي نوع من الموقود عشان درس تقنية الحبوب. فبترد جودي وبتقول لها انا جبت موقد مايل كهربائي الجديد، انت بقى جبت ايه؟ فبتتكلم تشاو. فبتتكلم شياو وبتقول لها انا جبت موقد فروت اير فاير اكس ماكس، وهي فعلا قالت كده. وجودي بتقول لها انت ازاي تشتري موقد من بين شيشي؟ فشياو بتقول لها كنت لازم اعمل كده. وبنروح بعد كده عند غو هاو، هو بيتكلم مع تشين تشاو وبيقول لها انت ليه جبت مرجال النحاس من البيت؟ فبيرد تشين تشاو وبيقول لها انا جبته علشان جدي الكبير استخدمه في تقنية الحبوب الذهبية دي من المستوى التاسع. وبنشوف سون رونغ وهي نازلة من العربية وبتجري ورا وونغ لانغ وبتقول له انت وحشتني، خدت الصدمة بقى. فبيفهم وونغ انها اتأثرت بتعويذة الحب، فبيقرب منها وبيفك لها التعويذة وبيتكلم وبيقول لها انت دلوقتي على طبيعتك، وبيسيبها وبيمشي. وبعد كده بنشوف المعلمة بانغ تشونغ وهي بتتكلم مع الطلاب وبتقول لهم احنا النهارده هنتعلم ازاي نصنع الحبوب الحيوية الأساسية والإجراءات الخاصة بيها. وبتفضل تتكلم كتير وبتكون فضلت تشرح أكتر من ساعتين. وبعد ما بتخلص الشرح بيبدأ الطلاب في الإجراءات اللي شرحتها ليهم. وبنشوف غو هاو وهو بيفتح الآد بتاعه السحرية وبيقول للطلاب ده الكنز بتاعي اللي أنا ضيعت عليه فلوسي ومجهودي علشان أوصل ليه، وده بقى عبارة عن جهاز لخاصية التحكم بالحرارة. وفجأة بنشوف مرجل النحاس بتاع تشين تشاو بينفجر، فبتجري المدرسة بان تشان وبتروح عنده وبتقول الإجراءات محتاجة صبر، أنت غبي يا ابني. فتشين تشاو بيتضايق جدا وبيقول لها والدي هيقتلني وبيسيبها وبيجري. وبيروح عند الضفدع وهو بيقول أنا لازم آكل الحبوب دي علشان أرجع لطبيعتي. بس قبل ما يقرب للإجراءات بيظهر وونغ وبيقول للضفدع أنا كنت متأكد إنك هتعمل كده وكويس إني جيت في الوقت المناسب. فبيخاف الضفدع وبياخد المؤقت بتاع غاو هاو وبيجري من وونغ، بس للأسف مش بيعرف يهرب ده علشان وونغ بيقدر يمسكه وبيرميها من المبنى. وبعد كده بنروح تشين تشاو وهو بيخبط دماغه في الحيط وبيقول أنا عندي درس تقنية للحبوب الليلية ولازم أرجع المرجل النحاس. وبنشوف وونغ وهو بيغسل المؤقت، وأول لما بيخرج بيشوف غاو هو واقف قدامه وبيقول له أنت إزاي تمسك المؤقت بتاعي؟ وونغ بيقول له استنى أنا هفهمك. فبيطلع وونغ هاو المسدس على طول وبيقول له من الأحسن إنك تقول لي تفسير منطقي. وبيتكلم وونغ وبيقول له أنا كنت ماشي من جنب المعمل وفي الوقت ده شفت الضفدع واقف، وأول لما دخلت لقيته بلع المؤقت بتاعك وجري، وأنا جريت وراه من الدور الخامس للدور الرابع وخرجت المؤقت من بقه وغسلته. فبيتضايق غو هاو جدا وبيقول له أنا كنت فاكر إني هصدقك. وبيرد عليه وونغ لانغ وبيقول له مش مصدقني، ممكن تسأل المؤقت بتاعك. فبيتضايق غونغ هاو أكتر وبيقول له أنا هقتلك، وفعلا بيضرب عليه العينة وونغ بيبعد وهي بتيجي في تشين تشاو. ولما غو هاو بيشوف صاحبه واقع على الأرض بيقعد يصرخ وبيقول لونغ ابعد إيدك عنه علشان لازم نمشي من هنا. وبعد ما بياخدوه للأوضة بيتكلم هونغ هاو مع وونغ وبيقول له الجرعة اللي كانت في المسدس مادة سامة وممكن ينتج عنها ترقحات جلدية، ولو السم ده ما راحش في خلال 4 ساعات ممكن يموت. فبيرد عليه وونغ وبيقول له ما تقلقش. وغاو هاو بيقول له وونغ لو عرفت تصنع الترياق وخليت الموضوع ده سر بينا انا هسامحك على سرقة المؤقت. فهونغ بيفكر وبيقول له انا موافق، وبيقول له هونغ هاو روح هات الكتاب من المستوى الثالث لتقنية الحبوب وهات معاك 4 جرام من حشيشة الهلاك وكمان 70 جرام من لفائف اللوبيا. وبيفضل يطلب منه حاجات كتير غريبة عشان يعملوا الترياق. وبعد لما بيجيبوا الطلبات بيجمعها غاو هاو في المؤقت وبيقول له لسه هستنى 4 ساعات لصناعة الترياق، انا حاسس اننا مش هنلحق. والاستاذ والطلاب هيرجعوا بعد ساعتين. وفجأة بيظهر الضفدع وبيقرب من المؤقت لكنه مش بيلاحق عشان هونغ بيسمعه وبيلف ينقذ المؤقت. فبيقرب علشان يطمن عليه، فبيستغرب علشان المؤقت بيكون بدأ بسرعة جدا في التسخين. وساعتها بيتكلم مع الضفدع وبيقول له انا ما كنتش متخيل انك تقدر تعمل كده. فالضفدع بيتضايق وبيقول له هو انت نسيت ان قوتي روحية بتقدر تتحكم في الجداول الزمنية؟ انا عرفت اسرع وابطئ الجداول الزمنية براحتي. فبيفرح غاو هو وبيستخدم الضفدع في تسخين الموقد. وبعد ما الترياق بيخلص بيتكلم وونغ مع غاو هاو وبيقول له انت ليه سرعت حقيقتها. وبيروحوا عند تشين تشاو وبيديله الترياق، بس في الوقت ده بيسمع صوت المعلمة والتلاميذ وبيتوتر غو هاو وبيقول احنا هنتصرف ازاي في وونغ، وبيحط ايده عليه وبيقول له روح ضيع معاهم وقت انا هتصرف. وبيجري غاو هو وبيقول له ازيكم وبيفضل يضيع معاهم الوقت. فبترد الاستاذة بان تشونغ وبيقولوا لو انت كنت هنا بتعمل ايه؟ فغو هاو بيرد عليه وبيقول له مفيش انا كنت بطمن بس على الاجراءات. فغو هاو بيرد وبيقول مفيش انا كنت بس بطمن
تطمن على الإجراءات. فبترد الأستاذة وبتقول له أنا هدخل أطمن أنا بنفسي. وأول لما بتدخل وبتقرب من المؤقت بتاع غاوهو بتلاقيه نجح في صناعة الحباية، وبتقول له أنا هديك 85. فبيتفاجئ غوهاو وبيقول لنفسه أكيد وونغ حط لي الحباية بتاعته. وأول لما الأستاذة بتقرب من المؤقت بتاع وونغ مش بتلاقي الحباية وبتلاقيه منفجر. وطبعا ساعتها بتفضل تزعق له وبتقول له أنت شخص فاشل. غوهاو بيبقى فاكر إن وونغ ضحى بنفسه علشانه، بس ده ما حصلش عشان الحباية الذهبية اللي كانت في المؤقت بتاع غاوهو كانت بتاعة غوهو فعلا. والصدمة بقى إن وونغ فشل في صناعة الحباية. وبعد كده بنشوف تشين شاو وهو بيفوق، وبعد لما بيفوق بيقول أنا فين، وغاوهاو بيقول إحنا كده كنا ماشيين وشفناك نايم على الأرض وشكلك كان تعبان فقلنا نجيبك هنا. فبيرد تشين شاو وبيقول لهم أنا كنت بدور على المرجل النحاس. فبيرد عليه غوهاو وبيقول له بص وراك. وأول لما بيبص بيلاقي المرجل النحاس سليم وبيفضل يعيط وبيقول له انتوا صلحتوه علشاني، وبيقرب من غاوهاو وبيحضنه. وبعد كده بنشوف المدرسة بانغ تشونغ وهي بتتكلم مع الطلاب وبتقول لهم الحصة خلصت وتقدروا ترتاحوا. وبنشوف سون رونغ وهي بتقرب من وونغ ليان وبتقول له هو انت فاضي عشان تقابلني بكرة؟ فوونغ بيكتشف قوي انه مش بيرد عليها. وبنروح بره وبنشوف 2 مقنعين واقفين عشان يضربوا نار على سون رونغ، بس قبل ما يضرب نار عليها وونغ بيكون شافهم وبيوقفهم على طول. وبعد كده بنشوف سون رونغ وهي بتزعق مع وونغ عشان عايزه يرتبط بيه. وطبعا بيتكسف وونغ وكل الطلاب بيستغربوا جدا من كلام سون. وبعد كده بنشوف تشين تشاو وهو قاعد بيعيط وبيقول انا ما كنتش متخيل ان سون رونغ تحب وونغ لان. وبنرجع تاني عند المقنع وهو بيتكلم مع صاحبه وبيقول له انت غبي ليه ما ضربتش عليه نار؟ ايه مش قادر تعمل كده؟ والمقنع بيتضايق جدا وبيوجه المسدس على سون. وبعد كده بنرجع نشوف المدرس بينادي على وونغ لان وبيقول له تعالى معايا علشان عايز اتكلم معاك وهنتكلم في المكتب بتاعي. وونغ لانغ بيروح ورا المدرس وسون رونغ برضه بتمشي وراه. وبعد كده بنشوف المقنع بيتكلم مع رئيسه وبيقول له للاسف الهدف مشي من قدامي وما قدرناش نتخلص منه. فبترد الرئيسة على المقنع وبتقول له انسحبوا وتعالوا بسرعة. وبعد كده بنشوف سون رونغ وهي ماشية ورا وونغ لانغ وبنشوف الطلاب وهم بيتفرجوا على خبر ارتباط سون رونغ بوونغ لانغ. وبنشوف المدرسة وهي بتتكلم مع وونغ وبتقول له ده المعلم جويي القائد المشترك لرابطة المدرسة وعايز يسألك على حاجة. وجويي بيقول للمدرس ينفع تسيبنا لوحدنا؟ والمدرس بيرد عليه وبيقول له طبعا انا هخرج دلوقتي واسيبكم تتكلموا. ولما المدرس بيخرج بيتكلم جويي مع وونغ لانغ وبيقول له انت الطفل اللي هزم الضفدع العملاق بركلة واحدة. وبينزل برجله على الارض قدامه وبيقول له انا كنت بدور عليك طول السنين اللي فاتت، انا عايزك تموت المعلم بتاعي. فوونغ لانغ بيتضايق جدا عشان مش بيكون عايز يعرف حد الموضوع وبيستخدم في الوقت ده تعويذة النسيان عشان يخلي المعلم جويي ينسى كل حاجة، وفعلا بينجح انه يعمل التعويذة. وبعد ما بيخرج بيدخل المدرس وبيقول جويي عارف الإجابة اللي بتدور عليها. وبنشوف وونغ لانغ وهو نايم ولما بيفوق بيتكلم وبيقول أنا كنت بحلم بحلم غريب. وبعد كده بيقوم يغسل أسنانه ولما بيفتح الشباك بيلاقي سون واقف قدام بيته وشكلها واقفة من بدري. فبيتاخد ساعتها وبيقفل الشباك بعد ما بيروح يفطر مع والده ووالدته. ووالده بيقول له هو أنت ليه سايب سون واقفة بره كده؟ وبيقول له أنا مش عارف هي عايزة إيه. فوالده بيقول له هي أكيد عايزة ترتبط بيك، أنت ما تعرفش إنها جت وجابت صندوق حبوب غذائية ودي حبوب الجودة بتاعتها عالية قوي. فبترد والدة وونغ وبتقول له أنا موافقة إنكم ترتبطوا وموافقة كمان إنك تروح تقابلها وترجع البيت متأخر. وونغ بيتضايق وبيقول أنتوا بتقولوا إيه وبيطلع من البيت وبيروح يقف قدام عربية سون وبيقول لها إيه اللي جابك هنا؟ وبتقول له اركب بسرعة وفعلا وونغ بيركب. وبنشوف المذيع بيتكلم مع الآنسة سونغ رونغ في السيارة مع حبيبها ويتحركوا خلال دقيقتين. وبنشوف المقنعين وهم واقفين يتكلموا مع الرئيسة بتاعته وبيقولوا لها للأسف احنا ما عرفناش نصيب الهدف، السبب بس ان العربية اتحركت بسرعة جدا. والرئيسة بتقول لهم اتحركوا وراهم وما تنسوش ان دي آخر فرصة ليكم. وبنرجع لسون وهي بتتكلم مع وونغ وبتقول له انا هاخدك لمكان جميل والمكان ده اسمه الجنة السماوية، وده بيكون مشروع عقاري بيندمج بين التجارة والترفيه. ولما بيوصلوا المكان وونغ بيقول له ان ازاي في ناس موجودة هنا. بترد عليه وتقول له انا بس اللي بسمح للناس يدخلوا هنا، جدي بنى ليا المكان ده لوحدي وطلبت منه عشان كده عايز اقضي وقت جميل مع الشخص اللي بحبه هنا. وونغ بيستغرب وبيقول لها انا مش فاهم. وسون بتضحك وبتقول له لا مفيش حاجة كنت بهزر. وبينزلوا من العربية وسون بتتكلم مع الحراس وبتقول لهم انا مش عايزة حد يجي ورايا عشان صديقي هيكون معايا، وبتاخده وبتمشي. وبعد كده بنشوف المقنعين وهم بيدوروا عليها. وبعدها بنشوف المسؤول عن المكان بيتكلم مع سون ووونغ وبيقول لهم ده مكان اسمه كهف الكون وده يعتبر افضل مكان لبناء الزراعة، ولو حطيت
تثبيت ايدك في الجناية الجدار هيتنبت بالقوة الروحية. ومدى علاقتكم ببعض بتقول صوان الناش بتقول انه دقيق جدا، وتعالى نجرب، وبتمسك ايده وبيروحوا ناحية الجناية. بس مرة واحدة بيظهر المقنعين وبيضربوا نار على صوان، بس الطلقة مش بتيجي فيها عشان وونغ بيعرف يمسك الطلقة، وكمان قدر انه يمسكها ببقه وبيقدر انه يبعد المقنعين. فسون بتستغرب وبتقول له انت ازاي عملت كده؟ فونغ بيستخدم تعويذة النسيان عليها وبيخليها تنسى، وبيكملوا الرحلة وبيفضل يبعد المقنعين عنهم بطرق كتيرة قوي. وسون بتتكلم مع هونغ وبتسأله عايز تركب العجلة الدوارة، وبيقول لها ايوه، وبيركبوا فعلا. وبرضه بنشوف المقنعين راكبين العجلة اللي وراهم، وبنشوف المعلم جوشي وهو واقف بيتفرج عليهم، وبنشوف المقنعين وهم في العجلة بتاعت سون، وبيقول لها اتحركي من مكانك وروحوا اقعدي جنب الشخص ده. فبتسمع سون الكلام، وسون بتقول لهم انتوا لو عايزين ان اسمع الكلام لازم ما تقربوش منه. والمقنع بيقول لها هو ده صديقك، احنا افتكرناه ان هو حبيبك، بس على العموم ما تقلقيش، احنا مش بنأذي اي حد غير الهدف بتاعنا. فونغ بيتعصب وبيقوم يرميهم، وبعد كده بنروح لجويي وهو بيقول انا متأكد ان وونغ هو الطفل اللي قتل الضفدع. وبنرجع عند سون وونغ وهو بيقول لها انا عايزك توعديني ان اللي حصل ده يفضل سر بينا. وسون بتقرب منه ايديها وبتقول له اوعدك. وهنا بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهارده. وقبل ما نقفل الفيديو الجامد بتاعنا هطلب من المتابعين انهم يعملوا لايك للفيديو ويشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس. وطبعا ما تنسوش تقولوا لنا ايه اكتر جزء حماسي عجبكم في التعليقات. ولو عندكم اي مسلسلات تانية حابين ان احنا نلخصها لكم اكتبوها لنا في الكومنتات. وبس كده، مش حابب اطول عليكم اكتر من كده. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.